طيب الله مساءكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإريترية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. استهلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. حاكم إقليم عنسبة يلتقي الشباب. دورة تدريبية في جودة البذور. تقييم العملية التعليمية في حقات. مقتل 17 مدنيا في هجوم استهدف حافلات وسط الصومال. واشنطن تعلن عن صفقة أسلحة لتايوان والصين تطالب بإلقائها. أردوغان يهدد اليونان بعد تغريدة أشعلت خلافا ثلاثيا. إلى التفاصيل. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي أجريت اليوم السبت في الإقليم الأوسط أظهرت شفاء 3 مرضى كورونا في الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بكوفيد 19 في البلاد حتى الآن 10,155، شفي منهم 10,050 وتوفي 103 مريض، فيما يتلقى مريضان الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 3 سبتمبر 2022. قال حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى لدى لقائه الشباب العمال في مدينة كرن بمناسبة الفاتح من سبتمبر ذكر انطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري أن نضال إريتريا نضال أجيال، داعيا الشباب لتحمل المسؤولية التي تفرضها المرحلة. وأوضح في اللقاء الذي جرى في 31 من أغسطس أن الشعب الإريتري قرر تحقيق استغلاله بحمل السلاح بعد استنفاد كل الخيارات السلمية، ورغم أن النضال المسلح الذي بدأه حامد إدريس عواتي عام 1991 توج بالاستغلال بتضحيات الشهداء، فإن الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا قررت إجراء الاستفتاء، وقد أكد الشعب الإريتري استغلاله الذي حققه بدمائه. وذكر حاكم إقليم عنسبة أن على الشباب القيام بالمساهمة المتفانية ونبذ جميع الأفكار والتأثيرات دون الوطنية لتحقيق رخاء القلب، داعيا الشباب التحلي بقيم المجتمع والثورة والارتباط بحب الوطن وصناعة التاريخ في جميع المجالات. وقال السفير عبد الله موسى أن المرأة نصف المجتمع وهي تثبت ذلك عمليا، ويجب إبراز مساهمتها المسجلة. وشهدت المناسبة مناشط فنية عكست مضمون التفاني والتضحيات والاستغلال. نظمت وزارة الزراعة دورة تأهيلية لتحسين جودة البذور من 22 من أغسطس وحتى الأول من سبتمبر ل65 خبيرا وعضوا في كلية الزراعة. وأوضح مسؤول رقابة النباتات في قسم خدمات القوانين والرقابة في وزارة الزراعة السيد سعيد نور الدين أن الدورة التدريبية المنتظمة على دفعتين أشرف عليها مدرسي كلية الزراعة وخبراء الوزارة حول جودة وسلامة البذور. وذكر مسؤول تنمية النباتات في إقليم القاشبرك السيد نقاس هبت ميكائيل الذي شارك في الدورة التأهيلية أهمية التدريب وآنيته. وقال وزير الزراعة السيد رفاعي نبره في ختام الدورة أن ضمان البذور بالجودة والنوعية المطلوبة يعد ذو أهمية استراتيجية وهام لرفع الإنتاج الزراعي والإنتاجية. وأوضح بأن البذور التي تم تنميتها بالمزارعين النموذجيين هي مصدر أساسي للبذور، ويجب على خبراء الزراعة مراقبة جودتها، داعيا المشاركين في التدريب لنقل المعرفة التي اكتسبوها للآخرين. وتعمل وزارة الزراعة لنشر البذور المحسنة التي يتم تنميتها عبر المزارعين وإجراء الرقابة الجادة عليها. أعلن مكتب التعليم في مديرية حقات تواصل العمل لحل القضايا المعيقة للعملية التعليمية. وأوضح مسؤول المكتب بالإنابة الأستاذ إدريس عبده في التقييم الذي جرى في 30 من أغسطس المنصرم من العام الدراسي 2021-2022 ووضع برامج السنة الدراسية 2022-2023
أن قدم المدارس والكتب وعدم تجمع القرى وعدم وجود أسوار للمدارس وضيق الفصول الدراسية من بعض الإشكاليات المحتاجة للحل. وبحث الاجتماع الذي شارك فيه مسؤولو التعليم في إقليم عنسبة ومدراء المدارس ولجان الآباء والمشرفون التربويين ومدراء الضواحي والشركاء المميزات والقصور بالنظر إلى الأهداف المنشودة. وأشاد التقرير المقدم في الاجتماع إلى وجود 37 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية وانتقال مدرستي بادوب وعد آري إلى المرحلة المتوسطة، وأن نسبة النجاح بلغت 81% وتطور برنامج تعليم الكبار. ودعا مسؤول التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكائيل في ختام الاجتماع لتقوية العلاقة بين أولياء الأمور والمعلمين والطلاب للدفع بالعملية التعليمية والقيادة بالإدارة والمراقبة الجادة في مكان العمل، موضحا وجود برنامج لنقل مدرسة كرمد المتوسطة إلى المرحلة الثانوية، مناشدا أولياء الأمور لإرسال أبنائهم إلى المدرسة مع بدء العام الدراسي. نظمت جمعية الصم فرع إقليم القاشبركة دورة تأهيلية في لغة الإشارة للمعلمين في مدينة عقردة لمدة شهر. وأوضح رئيس جمعية الصم السيد ولد ميكائيل سأل في ختام الدورة التأهيلية أن الهدف مساعدة المعلمين للصم المكملين المرحلة الابتدائية في مدرسة الصم وتلقيهم التعليم المنتظم بالتساوي مع أقرانهم. وذكر مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ جبر ميكائيل الأزهر أهمية التدريب المقدم داعيا لتوسيعه. وقال مدير مديرية عقردة السيد إسحاق طعم أن مشاركة الصم في مختلف المؤسسات وحصولهم على الخدمات ليست مسؤولية جهة بعينها، داعيا لتنظيم الدورات التأهيلية للعاملين في مختلف المؤسسات. وكانت دورات تدريبية أخرى قد نظمت ل6 أشهر للشباب العامل في مختلف مؤسسات الإقليم الأوسط. سيداتي سادتي إلى فاصل ومثمن وفيكم بالأنباء العالمية. قتل 17 مدنيا في هجوم لحركة الشباب المجاهدين استهدف حافلات ركاب إقليم هيران وسط الصومال. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية سونا أن الإرهابيين أوقفوا عدة مركبات تغلي جماعي في منطقة أفرا على بعد 25 كيلومتر عن مدينة بلدوين، ثم أضرموا النيران في المدنيين مما أسفر عن مصرع 17 شخصا بينهم نساء وأطفال. ويشهد الصومال أعمال عنف وهجمات ضد قوات الأمن تتبنى منظمها حركة الشباب التي تسيطر على مساحات من الأراضي في المناطق الجنوبية والوسطى. أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لتايوان في محاولة لتعزيز دفاعاتها وسط تصاعد التوتر مع الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها. وتأتي صفقة بيع الأسلحة الجديدة بعد شهر على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، في خطوة أثارت غضب بكين التي أطلقت إثر الزيارة أكبر مناورات عسكرية بتاريخها حول الجزيرة. وقد توعدت بكين على لسان المتحدث باسم سفارتها في واشنطن باتخاذ إجراءات مضادة إذا لم تتخلى الولايات المتحدة عن صفقة الأسلحة الجديدة. وتعليقا على الصفقة أكد البيت الأبيض أنه سيزود تايوان بما تحتاجه للحفاظ على قدراتها الدفاعية في ظل استمرار الصين بزيادة الضغط عليها حسب البيت الأبيض. هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان من مقبة التمادي في ممارساتها الاستفزازية، وذلك عقب حالة من التوتر سادت منطقة شرقية المتوسط بسبب تحرش اليونان بطائرات تركية واعتراضها على تغريدة للناتو هنأت فيها أنقرة بعيد النصر. وأكد أردوغان في كلمة خلال مشاركته في مهرجان تكنو فيس البحر الأسود 2022 لتكنولوجيا الطيران والفضاء المقام بولاية طامسون التركية عدم اعتراف أنقرة باحتلال اليونان لبعض الجزر، وأشعلت تغريدة لحلف شمال الأطلس الناتو خلافا بين تركيا والحلف بعدما قام الأخير
بحذفها بسبب اعتراض من قبل اليونان التي رأت فيها إساءة لتاريخها. وتراجع الناتو عن تغريدة هنأ فيها الجيش التركي بعيد النصر إثر اعتراض يوناني، ما دفع وزارة الدفاع التركية للرد واصفة الحلف بأنه رهن إرادته لعضو أناني متمادي في إشارة إلى اليونان. أعلنت شركة لوفتانزا الألمانية استئناف رحلاتها بعد انتهاء إضراب نفذه الطيارون استمر 24 ساعة، وتسبب الإضراب في إلقاء أكثر من 800 رحلة وتضرر من ذلك 130 ألف مسافر. وقالت الشركة أن رحلاتها الأولى انطلقت من محورها في مطاري فرانكفورت وميونخ، متوقعة أن تسير الرحلات بصورة طبيعية إلى حد كبير، إن لم تستبعد المتحدثة باسم الشركة حدوث بعض التأخير في الجدول. ونتج الأضرار عن نزاع بين الشركة ونقابة العمال بشأن زيادة أجور الطيارين العاملين في مجالي نقل المسافرين والشحن البالغ عددهم أكثر من 5000 بسبب ارتفاع معدل التضخم. وقالت إدارة الشركة أن مطالب النقابة ستؤدي إلى زيادة تكلفة أجور الطيارين بنسبة 40%. سيداتي سادتي، في الختام لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. حاكم إقليم عنسبة يلتقي الشباب. دورة تأهيلية في جودة البذور. تقييم العملية التعليمية في مديرية حكات. مقتل 17 مدنيا في هجوم استهدف حافلات وسط الصومال. واشنطن تعلن عن صفقة أسلحة لتايوان والصين تطالب بإلقائها. أردوغان يهدد اليونان بعد تغريدة أشعلت خلافا ثلاثيا. في أمان الله وحفظه.